السلام عليكم اعزائي المشاهدين، نتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه سهله وسريعه. اذا غادي نشوفوا مع بعض طريقه تحضير النيسلي في البيت. بما اني اليوم غادي نعمل وصفه تاع فوندون وكراميل، يعني واحد الكاطو اللي يجيب وصفه النيسلي اللي لازم نعملوه باش يصير كراميل. قلت ممكن كاين اخوات اللي ما عندهمش ولا ما يروحوش يشرو النيسلي باش يديروا كراميل، غادي نعطيكم نفس الوصفه ثاني باش نديروا الكراميل بهذه العلبه تاع النيسلي باش تفهموني مليح. اذا هذه هنا كما راكم تلاحظوا، هذه باش نديروا بها، راكم تشوفوا النيسلي، هذا الحليب المركز اللي نحطوه في كوكوط، نحطوه في الماء ومن بعد نخلوه لمده ساعه لحد ما نتحصلوا عليه، يعني يعطينا الكراميل. اذا هذه الوصفه هنايا انا حبيت نقدمها لكم تحضروها وحدكم في البيت، اللي ما يحبش يشري هذا الحليب المركز ويديره، هذه بديل لها. اذا غادي نشوفوا اليوم طريقه عمل النيسلي كراميل. نحتاجوا كما راكم تلاحظوا هنايا كأس تاع سكر. الكأس اللي هو قلت لكم عبر، يعني الكاس تاع القياس هذا، انا كاع العبر راني عابراته بهذا 240 مليلتر. اذا راني عابره قياس واحد، عبار واحد تاع سكر. اذا هذا هو اللي نقولوا العبر قياس 240 مليلتر، وراني عابره به نفس الشيء الحليب تاعي. اذا راني عابره قلت لكم هنا عندي 240 مليلتر، هذا اللي عبرته كعبر سكر. هنا غادي نحتاجوا، انا راني مستعمله عبر واحد كريمه سائله وعبر حليب. اذا يعني خلطهم مع بعض. كريمه سائله اللي هي لا كريم فريش، كريمه الخفق اللي نديروا بها نزوقوا بها الكاطو كاع. والا الاخوات اللي ما عندهمش كريمه سائله يقدروا يستغنوا عليها ويستعملوا زوج اكواب تاع حليب. ماذا بكم الحليب يكون كامل الدسم. غادي نحتاجوا هنايا ملعقه كبيره تاع اكل تاع زبده، تخرجيها يعني على درجه حراره الغرفه. ونحتاجوا ملعقه اكل كبيره ثاني تاع نشا. روحوا دروك غادي نحطوا السكر في طاجين. ماذا بكم تشوفوا نوخروا هذا منا، تشوفوا حاجه اللي تكون شويه عاليه وكبيره باش كي نحطوا الحليب ما نحرقوش رواحنا. غادي نحطوا كميه تاع السكر هنايا ونحطوها فوق النار باش نتحصلوا كي يذوب عندنا السكر وياخذ اللون الذهبي كالكراميل. هنايا نبداو نضيفوا في المواد الثانيه. غادي ناخذوا هنايا كميه من الحليب، هذا الخليط اللي انا قلت لكم اني مستعمله خليط الحليب والكريمه السائله كريمه الخفق. غادي ناخذ هكا كميه واحد نصف. دروك غادي نبدا نفتح فيه الملعقه نتاعي تاع النشا ونخليه على ناحيه. اذا نفتحوها هنايا في الحليب، نفتحوها حتى اللي تذوب عندنا مليح، يعني يصير عندنا كلي خليط باين كالحليب، يعني تذوب، ما نخلوهاش حبيبه هنايا تاع النشا كما راكم تلاحظوا هي تذوب معنا. وراني حاطه الحليب السكر عفوا تاعي يذوب على ناحيه. وغادي نروحوا نكملوا، تشوفوا تابعوني في كيفيه تحضير الوصفه كامله. هكذا ندوبوها مليح حتى اللي تذوب عندنا النشا مليح ونخلوها على ناحيه. هذه نستعملوها في الاخر بعد ما داب السكر تاعنا. كما راكم تشوفوا تحصلنا على الكراميل، راكم تشوفوا لونه ولا عندنا بني. هنا في هذا الوقت تجيبوا الحليب تاعكم وتحطوه كل هدوء، حرزوا ما تحرقوش رواحكم. كميه الحليب حطيناها، لكن الكميه اللي خلطنا فيها النشا مازال ما حطيناهاش كما راكم تلاحظوا. ونبداو نخلطوه حتى يعاود يذوب السكر عندنا. لكن هنا بحذر وغير بشويه باش ما تحرقوش رواحكم، لانها هذه خطوه بزاف مهمه وصعيبه. على بها قلت لكم دو حاجه عاليه. كما راكم تشوفوا هنايا تلاحظوا عندنا طاجين، لانه شوفوا الخليط من حطيت الحليب طلع معانا. اول شيء يفيد لكم، ثاني شيء تقدروا هذاك الزعتر يطير عليكم يقدر يحرقكم. هكذا نقصي للنار تاعك باش ما تحرقيش الكراميل، ما تجيش فيه بنه الحرق. وتقعدين نقعدوا نخلطوا حتى اللي يذوب عندنا الكراميل، عفوا السكر. هكذا راكم تلاحظوا راه عندنا السكر هنا داب بهذه الطريقه وهو فوق النار. وانتي تخدمي في هذه الخطوات. هنا انني نحس فيه خلاص ما عنديش كاع السكر، راني نحس باللي كلش داب. راكم تلاحظوا هكا داب عندي. هنا في هذا الوقت نجيبوا كميه الحليب اللي خلطنا فيها ملعقه تاع النشا ونزيدوا نضيفوها هي وملعقه الزبده. هكذا ونضيفوا ملعقه الزبده ونخلطوا حتى اللي تحسي الخليط عندك اختر، يعني ولا شويه ثقيل يدي القوام تاع الكراميل. هنايا توخريه على النار
وتكون الوصفه نتاعنا وجدت. كما راكم تلاحظوا عندكم يعني ما السكر لازم كاع يذوب، ما لازمش يبقى لكم هنايا السكر في مرميطه باش تنجحوا في الوصفه. وهنايا غادي نقعد نخلط حتى اللي يبدا في الغليان. اكيد بطبيعه الحال بما انه فيه النشا غادي يتقل معنا، ومن بعد نوري لكم هنايا الوصفه نتاعنا. نقصوا للنار تاعكم، خلوا نار هاديه وقعدوا على النار تخلطوا. وهنا تتحصلوا على النيسلي تاع الكراميل. اللي ما عندهاش النيسلي تحب تعمله دقيقه في الدار تقدري تعمليه، وصفه سهله وسريعه وبمواد عندك موجوده في الدار. بعد ما طبس كما راكم تشوفوا هنايا الكراميل نتاعنا. اذا هذا قلت لكم تاع النيسلي كراميل، تحصلوا عليه بهذا القوام. اذا راكم تشوفوا غادي نوري لكم شويه القوام تاعه. صراحه اولا راكم تشوفوا ثقيل معانا، والذوق انا صراحه نفضل من نديروه هكا في الدار، لانه الاخر تاع النيسلي من نديروه يجي حلو، وهذا صراحه الحلاوه تاعه مليحه يعني ماشي حلو بزاف. وتقدري توجديه بمواد موجوده في الدار كما راكي تلاحظي. القوام تاعها ولا هذا هو، واللون انت تحكمي فيه كي تكوني تديري في الكراميل تاعك في السكر تحبيه افتح من هكا تحبيه اغمق، هنايا انت تحكمي فيه. اذا هذه هي الوصفه تاع اليوم تاع النيسلي المكرمل. حبيت نديرها لكم في البيت باش ممكن الاخوات اللي ما عندهمش النيسلي واجد يحبوا يعملوا اي وصفه. اذا هذه هي بديل تاع النيسلي المكرمل. نتمنى انه هذه الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش الاشتراك والاعجاب في القناه، ونقول لكم الى اللقاء.